أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة وبرنامج أبطال التحدي. النهاردة عندنا حلقة عن فوز منتخب مصر بكأس العالم للكرة الطائرة لأول مرة في التاريخ. لكن قبل ما نكلم ضيوفنا، بس كان في أمس أجريت انتخابات الاتحاد الأفريقي البارالمبي للكرة الطائرة لمدة 4 سنوات، والحمد لله تم انتخاب مرشح مصر، وهو انتخابي ان اكون رئيس الاتحاد الافريقي البارالمبي للكرة الطائرة جلوس للمرة الثانية على التوالي. وطبعا انا بشكر كل الداعمين لي. طبعا بشكر معالي الدكتور اشرف صبحي اللي كلمني امس وقال طبعا ان مصر تتشرف بالقيادات المصرية اللي بتكون موجودة على النطاق العربي أو الأفريقي أو الدولي، ومصر بتدعم مرشحيها. فأنا بشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي على مكالمته ودعمه ليا، وأيضا وجوده أثناء بطولة العالم لرفع الأثقال وتواجده. بأمانة الدكتور أشرف إنسان ما بيسيبش أي كبيرة ولا أي صغيرة ولا أي حدث رياضي إلا بيتواجد فيه، إذا كان الأسوياء ولا المعاقين، وخاصة دعمه لذوي الإعاقة. فبشكر طبعا دكتور أشرف على دعمه للمرشح المصري على رئاسة الاتحاد الأفريقي. والحمد لله كان أمس تم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتم اختيارهم، فيبقى في صورة بأسماء مجلس إدارة. معانا إيهاب حسنين رئيس مجلس إدارة، وعلى الصورة النائب دوريس ومصارو رئيس اللجنة الطبية، وأستاذ محمد صوابي من المغرب رئيس اللجنة الإعلامية، أستاذ مصارو رئيس اللجنة الطبية، والأستاذ روبنسون من أوغندا رئيس التطوير. والنائب ده لمدة 4 سنوات. النائب دوريس من كينيا 2 سنين، وأستاذ سعيد الأمريني مدير الرياضة 2 من المغرب، والأستاذ عبد القادر عبد الرؤوف صارو من الجزائر مدير التسويق. ده الأعضاء مجلس الإدارة. حصل بعد كده تعيينات واختيار للجان المعاونة. هنشوف في صورة برضو تانية ليهم. طبعا تم تعيين الأستاذة رشا أحمد أمين صندوق ومترجمة، الأستاذة من مصر طبعا، الأستاذة أوريبا من زيمبابوي السكرتير العام، الأستاذ خالد شنيشع من ليبيا وهو رئيس لجنة التحكيم، والأستاذ مدحت نسيم وهو لاعب بارالمبي سابق وهو رئيس لجنة المدربين في الاتحاد الأفريقي، والأستاذ عبد الرحمن من بنين رئيس اللجنة البارالمبية البنينية، وهو مسؤول وهو محامي كبير ومسؤول عن اللجنة القانونية، والأستاذ أميدي من الكونغو رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية. وإن شاء الله هيبقى في الفترة القادمة هنعلن عن انتخابات ممثل اللاعبين في الاتحاد الأفريقي. وطبعا احنا بنشكر مجلس الإدارة السابق، وطبعا مفيش فرق بين مين فاز في الانتخابات ومين لم يفز في الانتخابات. احنا في الآخر احنا كلنا واحد، أسرة واحدة. احنا بندعم، او بصفة الاتحاد الأفريقي بندعم كل الدول الأفريقية، ونتمنى إن شاء الله بالتوفيق. وشكرا لدعم مصر وللجنة البارالمبية لمرشحها العربي أو المصري. والحمد لله قدرنا نفوز بجدارة في الانتخابات، 10 أصوات ليا ومقابل 2 للممثل الآخر من رواندا، وله مني كل التحية والتقدير. نرجع بقى أعزائي المشاهدين للنهاردة، زي ما قلت لحضرتك حلقة خاصة عن الكرة الطائرة البارالمبية والمصرية اللي فازت بكأس العالم. فطبعا هيكون معانا في الجزء الثاني كابتن أشرف زغلول، طبعا كابتن مصر ولاعب كبير موجود. لكن ما ننساش برضو يكون معانا عضو مجلس إدارة، وهو لاعب سابق في تنس الطاولة وألعاب القوى والكرة الطائرة، وكان عضو مجلس إدارة نادي السلام ببنها، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري
البارالمبي لكرة الطائرة الدورة الماضية والدورة الحالية الكابتن المحترم إسلام إسماعيل. اهلا منور يا كابتن. منور يا كابتن ايهاب، ازي حضرتك؟ انا اهم حاجه، اول حاجه انا جاي بحمل رساله تهنئه ليك من مجلس اداره الاتحاد البارالمبي لكره الطايره، رئيس الاتحاد والنائب وامين الصندوق وكل الاعضاء. شايلين الامانه ان انا ابارك لك النهارده على الهوا واقول لك الف الف مبروك، شرفت مصر. واحنا طبعا انت عارف كان كل دعم الاتحاد ليك من اول ما حضرتك اترشحت، واحنا عملنا اجتماع مجلس اداره وكلنا بالاجماع قرر ان احنا هندعمك ان شاء الله، والحمد لله ربنا وفقك، وده شرف لمصر كلها ولينا. طبعا انا مش غريب عن الكره الطائره، وطبعا استاذ كابتن عماد رمضان رئيس الاتحاد يعني صديق قديم وزميل ملاعب، والدكتور سامح طبعا سالم رئيس البعثه، ان بنبارك له ونقول له وشك حلو، وراح وجاب كاس العالم ودي اول مره في التاريخ طبعا. وحضرتك طبعا فتره طويله على صداقه، والاستاذ عصام شحاته والاستاذ غريب والاستاذ صالح الجزار والاستاذ شعبان، فكلنا يعني اسره واحده. وطبعا انا بشكر استاذ عماد ان كان استماره الترشيح حتى وريها لي، قال لي صوت مصر ليك يا ايهاب اهو. فطبعا ده مش غريبه عن مصر، ان لو مصر ما ادتنيش مين اللي هيديني يعني؟ لا طبعا. فدي حاجه جميله وطبعا كل ان شاء الله صالحات الاتحاد الافريقي ان شاء الله في مصر، خصوصا المقر في مصر طبعا، والمقر عندكم يعني من مصر. ان شاء الله وربنا يوفقك. قبل بقى نتكلم على البطوله ونتكلم عن انجازات مصر ويكون حضرتك هتقول لنا كلام كبير، لكن الساده المشاهدين برضو عايزين يتعرفوا على الجانب الانساني للاستاذ اسلام اشرف، وانا عارف عندك اسره عائليه رياضيه، ويعني يعني نتكلم شويه عن الجزء الاجتماعي وبعدين نخش على الرياضي. انا متزوج وعندي 5 بنات ما شاء الله. اكبر واحده فيهم زينب. كابتن اسلام اسماعيل على فكره ده ال3 بنات يدخلوا الجنه، اما ال5 هيعملوا ايه؟ ان شاء الله نجيبهم 5 بطولات عالم ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. وعندي بنت الكبيره زينب في كليه اداب، وبنت في ثانويه عامه رقيه، ومريم في اولى اعدادي، ودي لعيبه فولي ما شاء الله. كان في صور ليهم باينه 14 سنه 180 سم. خلاص تخش منتخب مصر بقى. منتخب مصر باذن الله. 14 سنه 14 سنه و180 سم. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعب في نادي ايه؟ هي بتلعب عندنا في بنها. في بنها. ان شاء الله تلعب في النادي الاهلي. لا تروح بقى الاهلي والانديه بقى الكبرى، فصورهم موجوده اهي قدامها على طول، جابها لنا المخرج ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. لا اقول باقي الاسماء. لا اتفضل، لا عشان محدش يزعل. عشان محدش يزعل. موجودين قدامنا على الصوره. واسيا في اولى اعدادي، وعندي اسماء في سنه رابعه ابتدائي اخر العنقود بقى. ربنا يبارك لك فيهم، وان شاء الله نشوفهم بطلات في كرة الطايره، وطبعا يكونوا في المنتخب ويبقوا اعضاء مجالس اداره كده زي باباهم يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طب ده شيء جميل ان في اسره رياضيه وحضرتك برضو عضو مجلس اداره. طب نتكلم عن استعدادات المنتخب المصري، وطبعا ومجلس الاداره المحترم برئاسه الدكتور كابتن عماد، وحضرتك في ايه اهم الاستعدادات وايه المعوقات بعد ما استلمتوا الاتحاد؟ والله احنا كان عندنا بس في البدايه كان عندنا بعض المعوقات اللي هي التحديات اللي هي الماديه، الجانب المادي. الحمد لله قدرنا ان كابتن عماد ومجموعه العمل الحمد لله احنا مستوانا بقى احسن بكتير. وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وفر لنا المعسكر، عدينا الفريق، ولو كانت الفتره تقريبا شهر، لكن ان شاء الله الفتره الجايه بقى بعد بطوله العالم هنستعد لبطوله العالم في الصين، عايزين نعسكر فتره اطول ان شاء الله، عشان على فكره بطوله نحافظ على ترتيبنا الاول. دي انتوا عندكم كده يعني تحديات كبيره جدا، انتوا ابطال عالم وبعدين عندكم بطوله قويه جدا طبعا في الصين. الموضوع اختلف دلوقتي، انت دلوقتي رقم 1 لازم تحافظ على المركز بتاعك. لا وبعدين كمان ايه، بطوله الصين هتبقى تلاقي مين جاي لك بقى تاني ما كانش موجود معاكم، هتلاقي ايران موجوده، ايوه، هتلاقي البوسنه، هتلاقي المانيا، فهتبقى يقول لك تعالوا لي بقى ونشوف بقى ايه اللي وانتوا قدها ودود يعني. انتوا اصلا كنتوا بطوله عالم، وبعدين فين في الاولمبياد انتوا كنتوا مركز ثالث يعني. انتوا الحمد لله منتخب مصر بطوله العالم في 23 هنا في مصر اللي احنا نظمناها خدتوا مركز ثاني. خدنا مركز ثاني. وكمان في بطوله باريس، دوله بارالمبيه باريس
برضو مصر جابت ميداليه برونزيه، كانت ميداليه يعني غاليه جدا طبعا. فيعني انتوا مش بعاد عن المربع الذهبي من بقالكم يجي 20 سنه. تقريبا انك بالظبط. توصلوا مركز اول دي لازم. بقى الجديده بقى دي الصراحه يعني حاجه فرحتنا جدا ان احنا بقينا ابطال كاس العالم لاول مره بالتالي في تاريخ العرب كلهم. اول فريق جماعي مصري بارالمبي او اولمبي لكره الطايره أو او عموما معظم الالعاب الجماعيه، اول لعبه جماعيه ان يفوز بكاس العالم. يعني بامانه دي شرف وشهاده في هذا الجيل. الجيل الحالي جيل تعب، وبقى لهم لعيبه بقى لهم 20 سنه واكتر وبيلعبوا وخلاص حفظوا بعض، فجت لهم تتويج عام 2025. يعني اشرف زغلول اللي جاي ان شاء الله يبقى موجود ده كان من سيدني اعتقد او قبل سيدني كان موجود وكان بيلعب رياضه يعني. وهشام صلاح، يعني تلاقي في ناس كتيره اقل حاجه 25 سنه بيلعبوا ولعبوا 5 دورات بارالمبيه. يعني ده. وبعدين فريق يعتبر في فريق التاريخ الاحلام يعتبر. ده تاريخ الاحلام. ده التاريخ ده الفريق اللي يتكرم بجد، ان اول فريق او منتخب مصري وعربي اذا كان اسوياء او غير اسوياء في لعبه جماعيه يفوز بكاس العالم. فدي يعني تحيه خاصه ومبروك لمصر. مبروك لمصر كلها، واحنا متاكدين ان الدوله مش هتتاخر عن الفريق بتاعنا، هتكرمهم ان شاء الله احسن تكريم، ولان هم يستحقوا بصراحه. يمكن الكلام ده انا قلته من الدوره اللي فاتت بعد ما خدنا برونزيه باريس برضو على التلفزيون المصري، وقلت ان احنا عندنا خامه لعيبه موجوده هتعمل حاجات حلوه جدا في الفتره اللي جايه، سواء كنت موجود او مش موجود، والحمد لله بقيت موجود معاهم. ده الواحد يعني نداء لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا ان تبقى شيء جميل جدا لو قابل ابنائه من ذوي الاعاقه اللي حصلوا على كاس العالم، وكأول فريق جماعي للكره الطائره يفوز بكاس العالم. فاعتقد سياده الرئيس اكيد لما هيعرف مش هيتاخر انه يقابل الابطال، وده شرف هيبقى للاتحاد كله وشرف لكل اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره. بنتمنى ان شاء الله. لا ان شاء الله يعني اكيد هيعرف سياده الرئيس. انا عشان طبعا مشاغله كتيره، لكن اكيد لو في فرصه هتبقى فرصه، لان هتلاقي ايضا في لاعبين رفع اثقال كانوا موجودين ولسه مصر حاصله على ميداليات ايضا في رفع الاثقال. ففرصه يبقى ابطال رفع الاثقال. برضه اللجنه البارالمبيه، يعني احنا اخواتكم، احنا زمايل كلنا في كلنا عيله واحد، كلنا عيله واحده، وما شاء الله الحمد لله البطوله بتاعتكم نجحت، وربنا يوفقكم دايما ويوفقنا ويوفق مصر كلها. هي نقول بتاعتنا ولا بتاعتكم؟ هي بتاعتنا لان احنا واحد. ربنا يوفق مصر كلها في جميع الرياضات ان شاء الله، نوصل لاعلى المستويات. لا وبعدين ما شاء الله البنيه التحتيه في مصر يعني حدث ولا حرج. كل البطولات ما شاء الله مهيئه، كل الاماكن، كل الفنادق مهيئه للكراسي المتحركه. جه طبعا جواب شكر من اللجنه البارالمبيه الدوليه او لجنه رفع الاثقال، بتشكر اللجنه البارالمبيه على التنظيم والاتاحه اللي كانت موجوده. والاتاحه يعني 1070 واحد كانوا متواجدين في خلال الفتره. تخيل بقى 1070 واحد. وبعدين كان في تغطيه اعلاميه كبيره من قناه النيل للرياضه. انا بشكر طبعا كل العاملين على قناه النيل للرياضه، والاستاذ محمد عفيفي طبعا، والاستاذ عماد عبد المنصف، والاستاذ محمد ابو شادي. وكان كل يوم مجموعه من اذا كان مصورين او مخرجين، لان كانوا 12 ساعه كل يوم. وطبعا ما اقدرش انسى مجهود. استمتعنا الاستاذ خالد شبان اللي كان متواجد على طول في اجتماعات دائمه قبل البطوله، وطبعا بدعم او بشكر الاستاذ احمد المسلماني رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، ان بطوله زي دي تقام على ارض مصر، بطوله عالم، وتقام على الاقل 10 و12 ساعه يوميا. افتكر رد فعلك لما كنت بتشوف ان قناه مذيعه بطوله عالم في مصر على الهواء. كاننا يعني زي ما كنا زمان بنتابع ماتشات كاس العالم بالكوره، ما كناش بنلاقي ده عندنا خالص. دلوقتي الموضوع اختلف، زينا زي اي فرقه واي بطوله بنتابع، وبقى فيه اهتمام. حضرتك طبعا كنت معانا من ايام ما كنا بنلعب طايره في صاله العباسيه، مش حد بيسال علينا اصلا. ما كانش حد خلاص يعرفنا، في ناس دخلت لعبت وخرجت. شوف دلوقتي مفيش خبر نزل. والملاعب، الاتاحه، كل ده
اتحول بقى في مكان تاني خالص. محدش كان يتوقع ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا فيه ده. نشكر الدولة طبعا على دعمها لينا. طبعا انتوا عندكم ملفات كتيره في اتحاد الطايره للبارالمبي. ان شاء الله الفتره الجايه ايه بقى ناويين تعملوا ايه؟ اذا كان في الدوري، اذا كان في البطولات القادمه ان شاء الله. احنا عايزين ان شاء الله نبدا اعداد لبطوله الصين، بطوله العالم، نبدا اعداد فريق رجال. وبرضو احنا كان في خطه كده كان الكابتن عماد كنا بنتكلم فيها امبارح، كان عندنا اجتماع. عايزين برضو نبدا مع فريق السيدات، نبدا برضو نحاول نعده عشان 28 ان شاء الله لوس انجلوس. عايزين يبقى عندنا فرقه بنات مع فرقه الرجال. عايزين نجيب كل الميداليات، مش عايزين نسيب ميداليه لحد. عايزين نجيب في الرجال وفي السيدات ان شاء الله. لا انتوا الرجال يعني ما شاء الله، لكن البنات فعلا هم بس محتاجين استمراريه وعايزين دعم. عايزين دعم وعايزين معسكرات دايمه وعايزين مصاريف كتير. ان شاء الله هنقدر نوفر كل ده. مجلس الاداره والكابتن عماد ان شاء الله وكل اعضاء مجلس الاداره باذن الله هيكون في رعاه وفي تمويل، وهنقدر نعمل اللي احنا عاوزينه باذن الله. الحاجه اللي تشرف مصر كلها. اكيد الرعاه دي موجوده. اكيد الدكتور سامح مش سايب طبعا ما بيتاخرش. دكتور سامح سالم يعني من الشخصيات المحترمه ما شاء الله. طبعا اختلف كتير قوي في وجوده معانا. فدي شيء جميل. واكيد كابتن عماد اكيد عنده افكار وعنده هيقدر يجيب رعاه ايضا. وبعدين على فكره الاتحاد الدولي قرر اولا حاجتين. بطوله كاس العالم دي اخر بطوله، يعني مصر خلاص خدت كاس احسن العالم اخر بطوله، خلاص كده عندنا مش هيخرج من عندنا تاني خلاص. الحاجه الثانيه ان قرروا في كره شاطئيه هتبقى في الاولمبيات القادمه، وبعدين في بطوله عالم للانديه هتتعمل. ده برضو قرار من مجلس اداره. طبعا انا بعرف الكلام من المطبخ لان انا عضو مجلس اداره. انا لسه ما وصلنيش، انا لسه بسمع. لا دي بس معلومه ان اولا هيبقى في بطوله عالم للانديه، وفي بطوله افريقيا للانديه هتتعمل، وهتبقى في بطولات شاطئيه لان الكل بيجهز دلوقتي لبطولات شاطئيه لان هتبقى في الدوره البارالمبيه. فكل الحاجات دي شغل. انت هتفتحوا بقى الشاطئيه من جديد. كان ناقصنا البطولات الانديه دي ما كانتش. وبطولات الانديه دي هتتعمل ان شاء الله في افريقيا، وحتى نتمنى مصر تستضيف اول بطوله للانديه ان شاء الله. وطبعا بطولات الانديه كانت اتعملت قبل كده بطوله عربيه افريقيه في مصر وكان مسموح بها 23 في 23 وكان مسموح بها الاحتراف. وكان ساعتها موجود طبعا رئيس اللجنه العربيه لكره الطايره الشيخ فهد بن نايف الفقير. الرياض ومكه الشيخ فهد كان رئيس اللجنه، فقدر يكفل بالتكاليف دي كلها وعملنا بطوله كبيره. لكن المره دي بقى بطولات رسميه. بطوله لافريقيا هتبقى في الاجنده ان شاء الله في الاتحاد الافريقي، وبعد كده هيبقى في بطولات عالم للانديه. فدي حاجات خبر جميل. خبر حلو. وبعدين على فكره بطولات العالم فرصه لاعبتنا المصريين هيقدروا يتجمعوا في فريق واحد ويكسبوا. الحاجه الثانيه ان ممكن الانديه تستعين باللعيبه المصريه طبعا زي ما استفادوا فيهم في البطوله العربيه. او كل واحد ما شاء الله يعني مش هقول خد كام، لكن هم عارفين طبعا. فاكيد هيبقى فيها بقى شغل احترافي. ده خبر لان كله عايز يوصل ايه، ياخد ايه، كاس العالم للانديه ان شاء الله. فدي بقى ده خبر حصري. ده خبر جميل جدا. هنا من قناه النيل. كان ناقصنا الموضوع ده فعلا. بطولات الانديه اللي شدوا حيلكم بقى. كانت الاول بصفه كده وديه او لا ده هتبقى رسمي. طبعا رئيس الاتحاد الجديد طبعا اتغير اتحاد الطايره الدولي بقى السيد يورجن ده من المانيا وده كان لاعب. فطبعا الواحد هو كلاعب عايز يغير بقى الاستراتيجيه ويكتر عدد البطولات يعني اللي اللاعب بيستفيد بيها. فدي ان شاء الله كده يعني هتبقى حاجه كويسه يعني. ده خبر ليهم بقى. زمان اشرف فرحان بره دلوقتي. طبعا اشرف بره لما يجي بقى فرحان. اقول له هتروح فين، هتلعب فين في نادي يا اشرف يعني. هو دلوقتي بيفكر في اسم النادي اللي هيلعب فيه. لا في مصر الاول بعدين الاحتراف بعدين. فعلى العموم دي حاجه. طب دي حاجه ثانيه. دي الاتحادات انتوا عايزين دعم وعندكم معسكرات وهتخلصوا ان شاء الله يعني تحاول تعملوا الكره النسائيه المنتخب النسائي. عايزين نعمل فريق فريق البيتش. لا وفريق
الكره الطايره الرجال هنعمل فريق صغار تاني. بقى، صغيرين في فريق السن، صغار، صح؟ لان هو معظم اللعيبه دلوقتي افتكر عدوا ال 40 وعدوا 45 آه. كمان. فهي دي. بس اعتقد ان اللي انا عرفته كمان اكيد ان في المجلس الحالي او المنتخب في بعض صغار اللاعبين وكان في عملوا مجموعة مجهود كويسة كبير. طبعا. طبعا هو كابتن عماد قال انا هبدا ادخلهم مجموعات كده لحد ما ايه يعني ايه يبقى عندنا منتخب الصغير بنفس يوصل في يوم من الايام هيوصل لمستوى الفريق الكبير. وطبعا مش هنقدر طبعا نستغنى عن خبراتنا اللعيبه اللي عندنا مظبوط. ما شاء الله. لكن في يوم من الايام هتبدا لازم تستبدل ويكونوا هم بقى وصلوا ان يبقوا مديرين فنيين لاكبر فرق في او العالم ان شاء الله. مدربين او ما هو على فكره هي دي. يعني انا وعماد سنه 86 بدانا المنتخب، كنا احنا اصغر اتنين، كان عندنا 19 سنه، وكان بقى قدامنا مين بقى الفريق الذهبي او الفريق اللي هو عنده خبره طبعا. كان كابتن امين عبد المنعم، كان كابتن عصام الدين حميد، كان عصام حميدو، سامي راجح الله يرحمه، حسن عبد الله، محمد امين. فكل دول في المنتخب. وكان الحاج عبد اللطيف بقى الله يرحمه كان هو المدير الفني، وكان احمد عبده. فاحنا دخلنا لقينا ايه بقى زي الصغيرين عندكم كده. لقينا كابتن امين بيحتوينا، كابتن حسن بيحتوينا، بيرفع لنا كور. يعني عارف ايه، في ناس يقول لك ايه لا ده صغير موته، يا تديله كور وحشه يا اما ما تبصوش نلعب لبعض. فلا الحته دي كانت بعيده عن المجموعه بتاعه المنتخب بتاع زمان. فطبعا بشكر قدامى اللاعبين، لان دول اللعيبه دول عملوا كل حاجه وما خدوش كل حاجه. يعني دول كانوا هم الاساس اللي بدأ بعديهم جيل اشرف وهشام والمجموعه دي. لان الجيل القديم ده ما كانش ولا بيتعسكر، ما فيش معسكرات دائمه، ولا كانوا بياخدوا فلوس، ولا بياخدوا ولا مكافآت ولا اي حاجه. كانوا بيلعبوا مجرد حبا في الرياضه. كان كل اللعيبه بتصرف من جيبها للشخص. مظبوط. حتى انا كنت لسه 13 14 سنه كنت باجي واتفرج عليكم، اتفرج عليك انت وكابتن عماد، وكنت بحضر. كان دايما معظم طاقتنا كانت بتبقى في العباسيه، في راس البر، في كان اتحاد الشرطه هو اللي بيكسب. كان دايما اتحاد الشرطه كان دايما بيكسب اللعيبه الصف الاول كلها. كان مجموعه جامده. وكنا صغيرين كلنا وكان همنا بس احنا عايزين نمارس نلعب. يعني انا فاكر كنا واحد زميلنا اسمه ممدوح الله يرحمه كان يجي بعربيته، وحد تاني معاه عربيه سامي بعربيته، احنا الثمانيه نروح اتحاد الشرطه او نلعب او نروح بورسعيد، نروح نجيب الكاس ونرجع. يعني عارف ايه، كانت احنا 10 افراد بنروح نكسب، بنلعب كل حاجه كان اتحاد الشرطه يعني. فهو دي الذكريات الحلوه يعني. والحمد لله وصلنا وبقينا اللي احنا كنا حاسين بيه ما كانش متواجد سبق. بدأنا نشوفه دلوقتي على الارض. لا احنا كنا بنحلم بيه او بنتخيل ان في يوم هل ممكن هيحصل. حصل فعلا دلوقتي. ما انا كنا نتمنى بس حد يذاع لنا ماتش من ماتشاتنا. يعني احنا ما عندناش ماتشات مذاعه ولا ماتشات اصلا خالص. يعني انا هو لعبت كام سنه ورحت كام دوره برالمبيه، مش هنلاقي حتى اي داتا لينا قديمه. ما عندناش داتا، ما عندناش. يعني فالجيل ده محظوظ، عنده ماتشاته، عنده فيسبوك، عنده لايف ستريم، كل حاجه. كان زمان يقول لك اتفرج على ستايل عماد، اتفرج على ستايل عصام، اتفرج على ستايل ايهاب مثلا، على رفعات امين، رفعات حسن عبد الله. محدش يعرف لهم فين ايام زمان. دلوقتي محدش يعرفهم الجيل ده. طبعا. طب قبل ما نختم بقى الجزء الاول بتاع حضرتك، يعني نفسك في ايه ونتقول ايه كلمه قبل ما والله انا بتمنى ان الدوله زي ما هي بتدعمنا دلوقتي تكمل معانا لحد لوس انجلوس 28 وما بعدها. نفسي اشوف مصر تاخد على طول، تاخد بطوله العالم الجايه في الصين، وتاخد الميداليه الذهبيه في لوس انجلوس، في مش بس عندنا، في جميع الالعاب البارالمبيه بتاعتنا. واتمنى ان الدوله تكرم فعلا اللعيبه بتوعنا دول، يستاهلوا كل خير والله. ان شاء الله الدوله مش هتاخر عليهم، سياده الرئيس مش هتاخر عليهم. بنشكر برضو وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وكل اللي عاملين في الوزاره وكل اللي دعمنا. وهشكر النادي بتاعي نادي السلام اللي هو وقف جنبي لحد ما بدات في لاعب، وبعدين بقيت مجلس، اتعلمت ازاي مجلس اداره فيه، وبعدين وصلت ان انا في المكان ده اللي بتشرف بيه طبعا قبل اي حاجه. ثانيا بشكر شغلي وعملي في مديريه التربيه والتعليم. انا بشتغل في وزاره التربيه والتعليم، بتشرف ان انا اكون عضو فيها.
في الوزاره بتاعتنا، في مديريه التربيه والتعليم في الديوان عندنا، معايا وكيل وزاره، وكل العاملين كل زمايلي بيدعموني وبيساندوني وما بيتاخروش عليا في اي حاجه. شكر خاص ليهم يعني. بشكرهم جدا والله، انا بشكرهم. وانا بشكر حضرتك يا كابتن اسلام. وبشكر اسرتي الاول عشان ما لا ننسوش. طبعا. اسرتي، وبشكر عيلتي وبلدي. انا من قريه اسمها بطا تبع المدينه بنها، محافظه القليوبيه. طبعا بشكرهم كلهم، برضو اهل بلدي بيدعموني كفايه، بينادوا عليا وانا رايح وانا جاي يا كابتن اسلام، دي لوحدها عندي بالدنيا. كابتن اسلام حضرتك شرفتنا، وحضرتك واجهه مشرفه لبنها وطبعا لمصر بصفتك عضو مجلس اداره اعلى اتحاد طبعا لكره الطائره، ومشرفنا هنا في البرنامج. وشكرا لحضرتك. وفاصل اعزائي المشاهدين، ونستقبل الكابتن اشرف زغلول كابتن منتخب مصر للكره الطائره البارالمبي.